رفيسه مغربيه بالدجاج البلدي. كيف ما كتشوفوا ندوزو الفيديو باش نحضروا معكم الطريقه والمقادير ديال هاد الفريسه. بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا معايا لكم الاختيار. انا هنا درت الدجاجه بلديه كامله، من بعد كذلك ما كنغسلوها مزيان بالملح والحامض. كيف ما كتشوفوا كنضيفوا ليه التوابل اللي كيظهر لكم على الشاشه. خلاص المغربيات راه عارفين التوابل ديال الرفيسه كلهم، ولكن غادي نديرهم معكم هنايا في هذا الفيديو هذا. كذلك كنديروا الثومه بقشورها. الناس اللي ما كيبغوش الثومه يقدروا يستغناو عليها. هنا كنديروا الفول والعدس كيف ما كتشوفوا هنايا. كذلك تنضيفوا لهذا الرفيسه زيت البلديه او زيت الزيتون، معلقه كبيره ديال السمن. اللي ما تيبغيش من طبيعه الحال يقدر يستغنى عليه. كنديروا البصل داكشي اللي تقريبا 2 ريوس كبار او لا راس كبير على حسب الناس اللي بغاو البصله كيديروها. بالنسبه للتوابل كنديروا الملح، السكينجبير، الابزار، كنديروا معلقه منهم. كذلك تنديروا معلقه ديال راس الحانوت، معلقه ديال العود الصفر اللي هو الخرقوم، وكذلك معلقه كبيره او 2 معالق ديال الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال السمن. كنوضعوا الكل يتشحر كيف ما كتشوفوا في واحد الطنجره. وكنديروا هنا كاسرونه على الجانب، كنديروا فيها واحد الكاس كبير ديال الماء، وكنضيفوا له 2 مغارف ديال الروال اللي شحرنا مع داك الدجاج. وثم في هذه الكاسرونه كنديروا كذلك هنا عندنا الحلبه وعندنا حب رشاد. انا ما كنديرهمش البلول لان كاين اللي ما تيبغيهمش، داكشي علاش كنعزلهم بوحدهم حتى كيطيبوا. بالنسبه للعجين راه عادي الدقيق ديال العجينه ديال المسمن كيتعجن بالدقيق، وكذلك الفينو اولا الدقيق الدقيق الابيض مع شويه ديال الدقيق. من بعد ما تيتغربل مزيان كنعجنوه عجينه عادي ديال المسمن. وهنا كيف ما كتشوفوا كنسرحوا العجينه تكون غليظه شي شويه، وكنبداو نقطعوا بالكاس. هاد الطريقه كتجينا سهله، كيجينا المسمن ممرق وكيجينا مزيان. هذيك الطريقه كديرها الوالده ديالي الله يحفظها، وكتجي سهله الصراحه. كنديروا هاد الدوائر وحده فوق وحده من بعد ما كندهنوهم بالزيت مزيان، وكنرشوا عليهم الدقيق العادي، وكنبداو وحده فوق وحده. تقريبا كنديروا شي 4 ديال الكويرات كيكونوا هكا متساويين، وكنحطوهم على جنب حتى كنكملوا العجينه ديالنا كامله على هذا الشكل هذا. وكنرجعوا ليها من بعد باش نبداو نقرصوا وكنطيبوا. ملي كنبداو بالاولى كنبداو نقرصوها، كتكون طرخات شويه، وحنا كنقرصوا بشويه بشويه حتى كيتقرص كامله. كيف ما كتشوفوا كنبداو نطيبوا فيها، كتجي مرقه، كتجي زوينه، ما كتجيش غليظه، كتجي طيبه مزيان. كنبداو نقلبوا فيها في المقله ضروري، وحنا واقفين وحنا كنحركوا مزيان في المقله حتى كطيب من هذا الشيء ومن هذا الشيء، يعني الجوانب ديالها وكلشي. كنعاودوا تاني نديروا نفس الطريقه، كنديروا عاوتاني الكويره الثانيه اللي هي كنديروا وحده فوق وحده حتى كنشكلوا على شكل كويره. ملي كنقرصوها كتجينا بحال شكل كويره وحده صافي، ويا راه تيكونوا 4 طبقات. كنعاودوا نطيبوهم حنا، كتجينا العمليه سهله في ساعه كيوجد لينا المسمن بلا محين بلا عذاب بلا حتى حاجه. كنبقاو مستمرين في هذه الطريقه على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا حتى كنكملوا العجين ديالنا كامل وكنطيبوه كله صافي. وكنبداو نقطعوه بيدينا اولا بالمقص على حسب. كاين اللي تيبغي يقطعوه بالمقص. من بعد ما كطيب بحال الشكل كنحلوها. ملي كنحلوها كتحل لينا كامله، كتجينا سهله في الحلان. كيتحلوا دوك الطبقات كاملين وكنبداو نقطعوا فيها، يا اما عشوائي يا اما تقطعوها بالمقص صافي. وكنبداو على هذا الشكل حتى كنكملوا كل شيء. وكنقطعوا العجينه فاش كطيب المسمن كامل كنقطعوه،
ومن بعد كنحطوه في القصريه وكنبداو نوجدو في الروا اللي طيبنا مع الدجاج صافي، وكنبداو نسقيو. والطريقه ديال التسقيه راه باينه، كاع المغربيات كنظن كلهم كيعرفوا الطريقه ديال التسقيه. راه كتحطي الدجاج الوسط وكتبداي تسقي شويه بشويه، وكنحطوا داك العدس اللي درنا هو الفول في الجناب، وحنا كنرويو كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو. شويه بشويه ما كنسقيوهاش كامله في خطره باش ما يتعجنش لينا مسمن. كنبداو نسقيو شويه بشويه. صراحه كيجي زوين ديال الدار، شي حاجه كطيبيها بيدك وكتجي بنينه، لان فيها راس الحانوت، فيها السمان، فيها الزيت البلديه، يعني كل ما هو طبيعي، داكشي طبيعي ديال الدار. وكذلك الدجاج حتى هو بلدي، اللي ما قدرش يدير الدجاج البلدي يقدر يستعمل الدجاج الرومي اللي كيتباع في المحلات. انا كنفضل الدجاج البلدي. وصافي كنبداو هكا على هاد الطريقه، كنبداو نسكيو شويه بشويه وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديال الرفيسه الدجاج البلدي. صراحه كتجي زوينه لا في الشكل وحتى في المذاق. وهذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالنا، رفيسه مغربيه 100%، غنيه بالاعشاب الطبيعيه وكذلك غنيه بالحديد. صراحه زوينه في هذا البرد. وكنزينوها كذلك بالشريحه، بالتمر معمر بالكركاع او داكشي اللي موجود عندنا، بالبيض مسلوق اللي متوفر هو اللي كنديرو. هنا كنرافقها مع داك الروا اللي درت، طيبت فيه حب رشاد والحلبه. صراحه كنديرهم بوحدهم كيجيو لذاذ ما تشبعيش منهم، واللي بغاهم كيديرهم قدامه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش ديروا لايك، تبارطاجيو لا فيديو، وبالصحه والراحه. وشكرا على المتابعه.